السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو يا جماعة اللي انتوا هتشوفوه النهاردة ده فيديو مهم جدا وطويل جدا، بس عايز توريك قد ايه ان صناعة الساعات وتصليح الساعات وصيانة الساعات عملية تاخد وقت كتير من اللي بيشتغل فيها، وعايزة صبر يعني جامد جدا، وعايزة مثابرة فعلا. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه من اول فيديو اخر، رجاء تشوفوا الفيديو لغاية الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة عالم تصليح الساعات. انتوا فاكرين احنا كنا عملنا فيديو عن تصليح الساعة الأوميجا ديت؟ يعني أتمنى إنكم تشوفوه. وقلنا هنعمل فيديو عن تصليح الدايل دوت أو المينا ديت. زي ما انتوا شايفين طبعا في هنا حتت متكسرة. ده دايل بتاع ساعة بوكيت واتش أوميجا سويسري فوق الممتازة. زي ما انت شايف كان زمان بيعملوه بورسلين، ده نحاس، قاعدة نحاس زي ما انت شايف اهو. هنا ده نحاس نحاس نحاس، وبيحط عليها طبقة بورسلين، طبقة رفيعة جدا يعني. اهو لو كبرنا شوية كده شوف حاجة يعني صغيرة جدا، يعني دوب ملي بورسلين. زي ما انت شايف هنا في شقة اهو، وهنا في شقة اهو، وهنا في شقة. طبعا مشكلة التصليح دوت ان انت من هنا هتضطر تحط مادة شبيهة بالبورسلين هنا، وهقول لكم هي ايه. وطبعا لازم تكمل الاشكال دي على قد ما تقدر يعني، لان اللي انت شايفه الرفيع قوي ده، الرفيع قوي ده، ده صعب جدا تقدر تعمله بسهولة. لكن لازم يبقى عندك برجل كويس، برجل محترم زي ده مثلا اهو. افتحوا كده مع بعض. عشان تقدر، خدوا بالك ده سنه هنا حديد وسنه هنا حديد اهو. برجل اهو، برجل اهو واضح جدا. هنا سنه حديد وهنا سنه حديد عشان نقدر ناخد المركز. ولو عايزين نعمل اي حاجة نعملها خفيف، نعلم عليها كده ونقدر نعملها بسهولة، سواء بقلم زي ما انت شايف قلم شيني اللي هو هنحطه من هنا، او قلم حبر شيني، او قلم فلوماستر، او اي حاجة هنقدر نعملها بسهولة بإذن الله. طيب المهم في دي ايه يا جماعة؟ ايه اللي ممكن نعمله؟ ازاي نقدر نصلح دي؟ تعالوا معايا يا جماعة مع بعض كده نشوف هنصلحها ازاي. طبعا اول حاجة يا جماعة لازم نحطها على حامل، وناخد بالنا واحنا بنحطها نحاول نخلي الحتة اللي احنا هنشتغل فيها ما تكونش ايه جاية على ايه، على الحتت ديت اللي هي في الحامل. عشان كده هنقدر نحط ازاي، فنخليها كده مثلا، نقفلها كويس عشان تبقى حاجة ثابتة زي ما انت شايف هنا اهي. الحتة ديت والحتة ديت، ولما نخلص دول نبقى نحرك دي شوية ونعمل الحتة التالتة. بنستخدم ايه يا جماعة؟ في مواد طبعا صناعية جميلة جدا يعني فوق الجمال. بورسلين، زي ما تحط البورسلين كده بتحط بورسلين فعلا اصلي. دي حاجات طبعا بتبقى ممكن تكون غالية شوية اهي، اللي هي زي دي مثلا. حاجة ديت يعني وايت، لون ابيض، للايه حمامات والريبير اللي هو اي حاجه بايظه عندك في الحمام بورسلين يبقى تقدر تعملها ديت. طبعا حاجه معتمده 50 سنه شغل، ضمان 60 يوم، يعني حاجه رائعه جدا. شوف الانبوبه بتاعتها شكلها ايه، حاجه يعني قمه الاتقان. طب يا جماعه انا ما عنديش الحاجات دي وما عنديش الامكانيات دي وما اقدرش اعمل كده. استخدم حاجه بسيطه جدا جدا يعني، بودره التلج، تالكم باودر، اللي بودرة التلج بتاعت الأطفال. كنت عارف طبعا كلنا عارفينها يعني. هنقدر تستخدم منها شوية، نحطها ونسخنها هتلاقيها بقت زي العجين على طول، هتقوم فارد بيها، سهلة جدا يعني. تعالوا كده نشوف هتصلح ده ازاي كده. حاجة بسيطة جدا، هنرج الأنبوبة دي زي ما انت شايف. هنيجي نحط حاجة صغيرة جدا اهو، نكبر كده
حاجة صغيرة جدا اهو. تبقى عالية شوية. ولو حطينا بودرة التلج هنحطها ازاي؟ هنعمل لها حلقة تانية ان شاء الله. هنحطها ازاي؟ هنحطها برضو بودرة هنا، وهنجيب حاجة ونسخن من تحت بايه، بموقد كده، بحيث ان احنا ايه، نقدر نسخن بودرة التلج اهو. هنيجي هنا، شوف عاملينها عالية ازاي، خد بالك، شوف عاملينها عالية ازاي عشان نقدر نكشط منها بعد شوية اهو. يعني نحط بزيادة شوية. ناس يا جماعة بتفكر، وناس بتحاول تحل كل حاجة يعني. بصراحة يعني الواحد مش عارف يقول ايه فعلا. الأجانب دي حاجة بيكسفونا بجد، بيكسفونا. احنا أحسن منهم مليون مرة، بس للأسف إمكانياتنا مفيش إمكانيات. مفيش حد بيراعي الإمكانيات كمان. معلش يعني حاجة الواحد بيؤسف منها. تلاقي ناس تشتغل، بص بص، حاجة بسيطة جدا، ودي بيبقوا يا جماعة غالية مش رخيصة يعني. بيكسبوا منها مكاسب لا تتخيلها يعني. علشان ايه؟ ما تنشفش المادة اللي فيها. شوف المنظر ايه دلوقتي، زي ما انت شايف حاجة عالية اهي، حاجة عالية هنا اهي، مغطية الأرقام مش مشكلة، هنفردها بعد شوية، وهنا برضه مساحة. لكن شوف المنظر العام بقى ازاي. طبعا منظر أحسن كتير كتير فعلا يعني. هنعمل حاجة بسيطة جدا، هم حتى عاملين ديت سبحان الله، ان انت الحتة اللي تحت فيها انت شايفها ديت في الأنبوبة، تقدر تكحت بيها وتشيلها. فيعني انت مش محتاج حاجة خالص. عشان نعمل ديت هنضطر نشيل دي من هنا ونمسكها كده. هنعمل ايه؟ هنقوم عاملين كحتين بس، مجرد كحتة كده. بس نعمل ايه هنا؟ نكحت برضو كده. ونعمل ايه هنا؟ نكحت تاني هنا. نكحت تاني هنا عشان نشيل كل المادة. وبنيجي يا جماعة بنسيبها لمدة يوم كامل، ونشوفها مع بعض إن شاء الله بعد يوم كامل، ونشوف أخبارها إيه. هنسيبها مع بعض كده. أو في طريقة تانية، بنجيب أهو مشرط عادي خالص، نيجي نمسك دي كده أهو. أنا زودت شوية عشان نشوفها تاني أهو. ونيجي نمسحها كده بالراحة عشان ما تجرحش المينا دي خالص. بس كده، عشان المادة دي بتخس شوية أهو. ونيجي من هنا زي ما أنت شايف إيه، كحتنا كده. ونيجي من هنا، شوف شايف انت، شايف عالية، يوم احنا ايه، بس ننضف دي الاول، ونقوم ايه، كحتنا كده عشان تبقى ايه، مستوية خالص، مستوية خالص. هنا ما يهمنيش خالص الحاجات دي، بجيب قطن، هو ادي القطن اللي هي بتاعت الودان اهي اللي انتوا عارفينها. باجي انضف دول كده عشان ما ينشفش عليها ايه اهو. بنطلع الرقم تاني من الحتة اهي، من الحتة دي. بقى ده بيتمسح حتى تاني يوم مش حكاية. بس اهو زي ما انت شايف، نضف اهو خالص. شيل كل الحاجة اللي في الجنب دي. نيجي هنا برضو اهو، شيل ده. نيجي هنا نشيل اخر حاجة، دي كلها زيادات. لو نشفت مش هيحصل اي مشكلة.
طبعا المنظر حاجة تانية خالص. بنسيبها شوية يا جماعة، زي ما احنا بنسيبها يوم كامل، وبنسيبها ما بنقلقش خالص. يعني ليه بنسيبها شوية؟ حتى لو عالية شوية مفيش مشكلة، على أساس إيه؟ إن هي دي هتبتدي تخس شوية. لو لقيتها خست تاني يوم أزود شوية، بس ما بنحتاجش، ما أظنش إن احنا بنحتاج حاجة زي دي. وممكن يا جماعة نجيب سبيرتو أهو، ايزوبروبايل الكحول، ايزوبروبايل الكحول، ورقة اهو كبيرة، صغره كده، معروفة جدا، بس سبيرتو الأبيض. ونقوم جايين إيه، واخدين شوية على القطنة برضو، بس مش عايز نقطة، بس نقطة بس. ونقوم جايين إيه، منضفين أهو بيها كده. أحسن حاجة تنضف بيها المينا في أي مينا هي السبيرتو الأبيض. اوعى تنضف بالبنزين. أهو بص المنظر، اوعى تنضف بالبنزين وهو بيتبخر على طول. انا مش هبقى مهتم قوي ان انا اشيل كله اهو، بثبت كده وانضف هنا اهو، اثبت هنا وانضف من هنا بحيث تبقى ايه، كلها نظيفه اهو، كلها نظيفه، واسيبها لان هي هتتبخر في ثواني. عندك المنفخه اهي، شوف هنا، بص حتى النقط، بص هتلاقيها اتبخرت ازاي اهو. بس سيبها يوم كامل ونشوف الاخبار. ده احنا يا جماعه جينا بعد يوم، بعد ما زودنا كمية المادة اللي بنحطها هنا اللي هي البورسلين الصناعي دوت. طبعا أحسن كتير، ولكن هنا هتبص هتلاقيها عالية شوية زي ما أنت شايف، هي عالية، ومن هنا عالية، ومن هنا عالية، بس عالية شوية. يعني خد بالكم المادة لما بنحطها هتحس إنها لازم خست شوية، عايزة صبر يا جماعة. فديت بنعمل لها حاجتين. أولا دي قاعدة عشان نقدر نحط، طبعا في شايف الدايلز هنا نقدر نحط عليها، دي تبقى مستريح، ما تبقاش ايه لو حطيناها على حاجة عادية هتبقى طبعا تتك عليها وتقع زي ما انت شايف كده. طبعا لازم يبقى عندنا ديت. حتى ممكن تعملها اهو، انا عامل واحدة تانية للساعات الصغيرة، انا اللي عاملها، علبة عادية خالص اهي تصحيح، وايه نخرمها الخروم هنا اهو. بنحط دي كده تبقى سهلة كده. بنجيب يا جماعة الشاكوش اللي هو بتاع حاجة دوات الجيولري، اللي هو بتاع الناس اللي هم بيشتغلوا في المجوهرات وكده. بس شوف هنا بيبقى ظهره ايه، بيبقى ظهره ايه، ناعم خالص، ناعم. وهنا بيبقى سهل لك لما تيجي تدق فعلا تفرد، او هنا تفرد، ما يبقاش زي الشاكوش العادي وناعم خالص. ما عندكش اي حاجة حديد اهو زي دي مثلا بتاعت دي، تقوم جاية ومتك عليها ومتك عليها من هنا ومن هنا. مش لازم كل حاجة. احنا هنا هنعمل ايه، مش هندق، لا هنتك بس كده عشان ايه ما يكسرش البورسلين. زي ما انت شايف تكة جامدة، وهنا تكة جامدة، وهنا تكة جامدة. ولازم يا جماعة وانا بتك تكون ديت مستوية، ما يكونش في فرق بينها، عشان ما يجيش المينا ده كله النحاس اللي انت شايفه ده يقوم ايه، يقوم ايه متقوس من ورا ولا حاجة. بس يبقى احنا كده عملنا ايه، تكينا عليها جامد اهي. شوف هتحس ان انا ايه فردت شويه زي ما انت شايف اهو. ولازم يا جماعه يبقى عندك مجموعه من ادوات الصنفره اللي انت شايفها، الفايلز ديت اللي بنصنفر بيها، رفيعه غير عاديه خالص بتاع الناس الكبيره، تقدر تبقى حاجات صغيره بحيث انك تقدر ايه تصنفر بيها، وحاجه صغيره كده زي ما تبقى. نبتدي بقى نصنفر هنا اهو بالراحه خالص اهو. بس تبقى عارفين يا جماعه الماده دي بتبقى جامده جدا. طبعا احسن كتير واخف كتير. وبالراحة يا جماعة، شغلتنا عايزة صبر، او هوايتك يا سيدي بلاش شغلتك لو كانت. شفت بقى مستوى بقت ازاي،
بقت يعني مستوية جدا، سبحان الله. في ادوات اساسية لازم تبقى عندك، وادوات ممكن تبقى حاجات تانية. أهي. طبعا احسن كتير، ما شاء الله يعني. خد وقتك يا جماعة، معلش الفيديو ده طويل شوية لانه اخد كذا يوم مننا. بس. كده استوت خالص، ما ايه ما تزودش عن كده بقى، علشان ما تجيش المادة نفسها تطلع من هنا. نيجي الناحية التانية اللي هنا دي، طبعا هي هنقولها تاني اهو، شايفينها عالية. شوف بقى ديت هنا مثلا عالية ازاي، اهي واضحة هنا عالية وهنا عالية، اهي باينة هنا اكتر اهي. لكن هنا خلاص بقت مستوية اهي. الحتة اللي عملناها دي اهي، هي دي اهي مستوية خالص زي ما انت شايف. واحدة واحدة يا جماعة. ناخد دي، الرحمن الرحيم. اهي بقت يا جماعة احسن كتير خالص. نيجي هنا نسوي كده. طيب نيجي لاخر حتة اللي هي دي اللي انت شايفها دي اهي عالية. دي بقى برضه عليها زي مشاكل، مش عارف ايه نيجي نحط هنا الصفوف هنا مشاكل زي مشاكل واضحة قوي. عايز نسويها صبر يا جماعة صبر. وبعدين مشاكل بتفكير وصبر خالص كل حاجة مش عارف اهو. بنيجي بعد كده يا جماعة بناخد الدايل ده نشيله كده ونخليه هنا، ونجيب يا جماعة كوباية مية ونحط فيها في حاجة مهمة جدا اللي هي بننضف بيها السنان، اللي هي حاجة اسمها دينشر، ده بننضف بيها سناننا عشان المينا اللي هي في السنة تبقى نظيفة ميبقاش عليها جير اهي اللي هي دي. طبعا هي غالية انما ممكن نعوضها بحاجة بسيطة جدا جدا اللي هي بيكربونات الصوديوم. يا جماعة انا هوضح لكم اللي انت حاجة البروفيشنال والحاجة الايه اللي انت امكانياتك فيها. بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج باودر اللي هي عندك في البيت اللي احنا عملنا بيها حلقة قبل كده.
حاجة عادية خالص موجودة. نيجي نحط حباية من دي اهو. كل ده عايز صبر يا جماعة. اهي حباية من دي كده نحطها هنا، بص نلاقيها بتفور. نكبر شوية وبناخد، شايف اللون حتى اتغير بقى ازرق اهو. وبناخد الدايل زي ما انت شايف كده. طبعا شفت المادة بقت زرقاء، المادة مطهرة جدا وبتخلي المينا دي اي حاجة فيها مش مستوية او حاجة فيها وسخة او فيها هير لاين اللي هو يعني شوق صغيرة جدا بتضيق اهو. بنسيبها نحطها كده، بنسيبها بقى لمدة يوم دي لازم، ونيجي نشوف بعد كده هنعمل ايه. حكاية يا جماعة مش سهلة، عايزة صبر، وكل حاجة تعملها بإتقان ربنا بيديك نتيجتها بسهولة جدا. أشوفكم بعد يوم إن شاء الله. هو يا جماعة سيبناها 12 ساعة. شايفين طبعا في الحباية دي ايه اللي حصل؟ هي بتنضف الأسنان أو بيكربونات الصوديوم اللي قلنا عليها اهي، اللي هي دي. هنطلعها شوف منظرها ايه بقى. بص المنظر بقى والنظافة يا جماعة بتاعتها، يعني حاجة يعني رائعة رائعة. هنضفها دلوقتي. شفناها. بصوا يا جماعة منظر المينا بقى جميل ازاي. بصوا بقى متساوي ازاي زي ما شفنا قلنا. ادي هنا الحتة دي اللي احنا شفناها، الحتة دي اللي انتوا شايفينها شوف بقت متساوية ازاي. الحتة دي مادة جميلة جدا يا جماعة فعلا يعني، او بيكربونات الصوديوم، حاجة رائعة جدا. هنكمل بقى مع بعض عشان نرسم ازاي نقدر نرسم هنا الخطوط بس تدي منظر احسن من اللي هي فيه ده. تعالوا معايا كده نشوف هنعمل ايه. ايه يا جماعة بعد ما نشفت خالص شوفوا سطحها بقى ازاي جميل. وانا كملت حتة هنا زي ما انتوا شايفين اهي، هوريكوا ازاي بحيث تبقى كاملة. هنكمل الباقي ده مع بعض. محتاج يا جماعة اقلام رصاص رفيعة جدا، انت شايفها تبريها كويس جدا عشان هي دي اللي هتنفع. اوعى تستخدم قلم ده هينفش خالص خالص. ده ممكن تكمل بيه الارقام، يعني هنا الرقم ده تقوم ايه مكمله زي ما هنعمل دلوقتي اهو. ده يا جماعة نكمل بيه الأرقام اللي هو البيرمننت اللي انتوا عارفينه. عايزة تبقى فنان وبالراحة خالص. خلاص خلصت 8 اهي. طبعا عندي الميكروسكوب بستخدمه أحسن كتير. الصبر يا جماعة فن، هي فن. منظر طبعا زي ما انت شايف أحسن كتير أوي. طيب هنيجي نكمل الحاجات التانية دي ازاي. قلنا بنجيب برجل نحط ده في الوسط كده زي ما انت شايف، ويا دوب ناخد الحز بتاعنا اهو اللي هو ده، نظبطها بس مظبوط قوي عشان ايه ما يطلعش. وده رصاص يا جماعة، قلم رصاص اهو، بحيث بس ناخد الكيرف بس اهو زي ما انت شايف كده، وناخد هنا الكيرف التاني اهو
نفس الحاجة هنا اعملها برضو. ناخد الكيرف الاول اهو، بعدين بناخد الكيرف التاني حدود. نجيب بعد كده القلم الرصاص زي ما شايفين كده، نحدد عليه اهو. زي ما انت شايف كده، ناخد خط بالعرض هنا، نيجي هنا اهو، ناخد خط كده ونجرب كذا قلم رصاص نشوف الأحسن فيهم ايه. القلم ده كويس قوي. زي ما انت شايف، كبر شوية اهو. نتقل عليه، جرب قلم تالت. اوعى تستخدم القلم البيرمننت ابدا. طبعا كده احسن كتير خالص. اهو يا جماعة كده هنشوف اهو شكلها النهائي، يعني طبر احسن كتير جدا. خدوا بالكم يا جماعة، ده سيراميك، سيراميك يعني صعب جدا تلاقي او تكمله زي ما انت شايف. وزي ما قلت قبل كده ان في بودرة التلج ديت هي برضو بتقدر تستخدمها علشان، بس ليها طريقة تانية خالص بالتسخين وتحط في فرن كده بحيث انها تبقى شكل برضو البورسلين. طيب نيجي نشوف كده شكلها اهو. ادي المكنة بتاعتها الاوميجا، انت شايفها اهي مكتوب عليها اوميجا زي ما انت شايف. هنحطها هنا برضو، ملاحظة جميلة جدا. شوف السوست هنا، يعني مش مسامير بقى، سوست صغيرة اهي بحيث ان هي تزق الرجلين بتاعت الدايل دوت. نحطه كده وبنشوف هنا اهو، نحطها كده بكل بساطة اهي، بس ونتك عليها خلاص، نسمع التكة يبقى كده كويس اوي. نجيب بقى الايه، الكيس بتاعها اللي هو دوت. شايفه لمعناه برضو بقى منظره جميل اوي يعني. بعد ما اتلمع طبعا عملنا حلقات على التلميع ده بسهولة جدا. هنشوف كده، وهو الازاز بتاعها بالبيزل بتاعها الفريم بتاعها، عشان لما نيجي نحطه شوف هيبقى ايه، هيغطي حاجات كتيرة، مش هتبقى باينة بالطريقة اللي انت ايه فاكرها مهما كانت. طبعا غير لما تكون مكسرة وعاملة، لو شفت الصورة في الأول كان شكلها ايه. فطبعا ده بيغطي جزء زي ما انت شايف كده. مسمار الصغير اللي هنا دوت، سهولة كده جدا اهو، لفة صغيرة لفتين كتير بس خلاص طلع اهو. بنحطها جوه هنا، نفتحها دي كده ودي كده زي ما انت شايف اهو. شوف الجمال، شوف بعد التلميع بتبقى ممتازة ازاي. ونيجي ندخل الساعة، نيجي ندخل الساعة كده من بره هنا زي ما احنا شايفين اهو، بكل بساطة يا جماعة اهو. الفتحة بتاعت العمود بتاعها اهو هنا، نحطها ندخل
العمود بتاعها. نقفل المسمار ده كويس. في مسمارين يا جماعة هنا عشان يمسكوها، لازم نحطهم اهو، وحطينا المسمارين اللي هما بيثبتوها هنا، المسمار ده والمسمار دوت، عشان تبقى ثابتة ما تقعش ولا تطلع تاني. وبنحط البيزل طبعا، بنلمع الأول الإزازة ديت بسائل تنظيف أهو بتاع العدسات، معروف بتاع عدسات الكاميرا والحاجات ديت، بنحط من ورا من قدام عشان ما نرجعش تاني نفتحها ونبوظها تاني. طبعا حاجة ناعمة جدا عشان تنضفها. فعلا السائل ده بينضف كويس جدا يعني بصراحة. معلش طولت عليكم يا جماعة في الحلقة دي، حلقة مهمة جدا، وأعتقد إن هي إن شاء الله تفيدكم كتير بإذن الله، ونطمن إن مفيش حاجة. هنحط البيزل بقى، أوريكم منظرها إزاي، بعدين نتك عليه عادي. هركب بعد كده العقارب. طبعا شايف انت المنظر مهما كان يا جماعة مختلف تماما يعني. بص اهو، بص المنظر شكله ايه، حاجة تانية خالص غير لما كان. طبعا لما هتركب لسه العقارب والحاجات دي كلها، مش عايزين نضيع لكم وقتكم، هتبقى الحاجة جميلة جدا. تعالوا كده نشوف بعد لما لمعناها وركبنا الإزازة منظرها بقى ايه. طبعا زي ما انت شايف حاجة أحسن كتير. وعندكم فيديو على فكرة قبل ما تتصلح، هحط لكم اللينك بتاعه إن شاء الله في الديسكريبشن، صندوق الوصف. بص المنظر، حاجة طبعا أحسن كتير من الأول يعني. طبعا هنا أهو في كان هنا الكسر موجود، وهنا الكسر موجود، وهنا الكسر موجود. طبعا ده حاجة على قد ما نقدر، حاجة كويسة جدا يعني، لأن صعب جدا تلاقي مينا زي دي ومكتوب عليها أوميجا. طبعا شوف المنظر من هنا برضو، طبعا اهي علامة الفضة اهي، الأسد ده علامة الفضة. وادي هنا الشركة المصنعة ايد ال دي. نفتح من ورا، طبعا منظر جميل برضو، علامة الفضة الأسد يعني، والرقم بتاع الكيس اهو، الرقم ده ما شاء الله يعني، حاجة شغالة ما شاء الله، حاجة جميلة طبعا، حاجة جميلة جدا. تحياتي لكم وأشكركم جدا على شوف الفيديو ده. معلش الفيديو ده طويل، وإن شاء الله نتقابل في حلقات جاية. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. متنسوش تشيروا الفيديو إذا عجبكم، وإن شاء الله القناة تنتشر بفضل الله ثم فضلكم، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.